ركز معايا كويس علشان اللي هتسمعه بعد شوية مش قصة رعب ولا مقال تشويقي، دي إشارة إن في حاجات بتشتغل ورا شاشاتنا، أشخاص بتخترق كل حاجة تخصك من غير ما تحس. باب اسمه الدارك ويب، وده مش باب واحد بس، دي شبكة من الأبواب، وكل باب بيفتح عليك عالم تاني، من تجارة لتزييف لاستغلال لبيع الألم. واللي شغالين هناك مش دايما بيبانوا وحوش، ساعات بيبانوا إنهم ناس عادية بس هم مؤثرين. لو فاكر إن فضولك على النت بيضر وقتك بس، فاستنى، علشان فضولك ده ممكن يتحول لصوت بيدفع فلوس مقابل أذى حد تاني. وما تنساش إن ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني أخدك في رحلة ورا الحيطة. هنتكلم النهاردة عن بيتر سكالي. بيتر اتولد 13/11 سنة 63. كان شكله عادي، لكن وراه شيطان ساكن. في استراليا كان بيضحك على الناس بمشاريع وهمية يخليهم يحلموا بالمكسب ويسرقهم. لما اتحاصر بتهم النصب والاحتيال ساب كل حاجة وهرب للفلبين سنة 2011. بس هو ما كانش بيهرب، ده كان رايح يدور على مسرح جديد لجرايمه. الراجل ده استخدم الكاميرا كسلاح، صور مشاهد استغلال وتعذيب أطفال صغيرين جدا، أصغرهم كان لسه رضيع، وكان بيبيع الفيديوهات على الإنترنت المظلم مقابل عملات مشفرة، والمشتركين ناس من كل حتة في العالم بيدفعوا فلوس بس علشان يشوفوا الألم. أشهرهم كان الفيديو اللي قلب العالم كله صرخات طفلة اسمها ديزي. الناس افتكرت الفيديو ده جزء من ذا ريد روم، الغرفة الحمراء اللي بيحكوا عنها في الدارك ويب، اللي بيتقال إن فيها البث المباشر للتعذيب والقتل مقابل الفلوس. بس لما الشرطة قبضت على بيتر اكتشفوا إن الريد روم مش موقع واحد، دي فكرة بتغذيها عقول وبتخلق أسطورة تخوف وتغطي على جرائم حقيقية بتحصل في السر. سنة 2015 لما اتقبض عليه، الانتربول والشرطة الفلبينية وحتى استراليا اللي كانت بتطارده حكموا عليه بالمؤبد، وبعدها زودوا عليه 90 سنة كمان. بس السؤال اللي محدش قدر يجاوبه، لو بيتر اتقبض عليه مين لسه بيكمل بعده؟ بعد ما اتقفل ملف بيتر ظهرت إشاعات غريبة على الدارك ويب. ناس بتقول إن الفيديوهات اللي كان بيعملها كانت مجرد اختبار لمشروع أكبر، ما كانتش مجرد تسجيلات، ده بس مباشر للتعذيب والقتل. لكن الغريب إن أول ريد روم اتكشفت كان فيها نفس التوقيع اللي استخدمه بيتر، نفس الإضاءة ونفس الكاميرا، حتى نفس أسلوب العرض، كأن حد بيكمل بعده أو بيتعلم منه. في ناس بتقول إن تلاميذه هم اللي بيكملوا الطريق، وفي ناس تانية بتقول إن بيتر نفسه بعد ما اتحبس لسه بيتحكم من جوه. مين يعرف؟ الدارك ويب ملوش وش بس ليه صوت، وصوته دايما بيوصل بصريخ. عمرك سألت نفسك مين أول واحد فكر يخلق فكرة الريد روم؟ مش كموقع، كفكرة إنك تقدر تشوف الموت، تتحكم فيه وتدفع ثمنه وانت قاعد في أمان وفي وسط الضلمة. اللي اخترع ده مش إنسان طبيعي، ده عقل مريض قرر يحول الإنترنت لنسخة من الجحيم. كل حاجة بتشاور على إن الريد روم مش مجرد خرافة، هي تطور طبيعي للعقل البشري لما يفقد الرحمة. بيتر سكالي كان البداية، بس الفكرة انتشرت كأنها فيروس، وكل يوم بيتخلق شيطان جديد ورا شاشة. الدارك ويب متقسم ل7 طبقات، كل طبقة أخطر من اللي فوقها. الطبقة الأولى اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي زي الفيسبوك ويوتيوب وتويتر، العالم كله نور وكذب. هنا الناس بتضحك بس محدش شايف اللي ورا الشاشة. والطبقة التانية اسمها الديب ويب، هنا البيانات الخاصة، السيرفرات السرية، بنوك، مستشفيات، لسه الدنيا تحت السيطرة، بس ريحة الغموض بدأت تظهر، تبدأ تلمح رموز غريبة، روابط ملهاش نهاية، وحسابات بتتكلم بلغات مش بشرية. ونروح للطبقة الثالثة، وهنا بيبدأ الدارك ويب الحقيقي، أسواق سلاح، مخدرات، بس اللي يخوف مش البضاعة، اللي يخوف هو الناس اللي بتبيعها، وشوش مش بتتشاف، وصور لأطفال مفقودين بتتباع كأنها منتجات. وفي طبقة رابعة بيقولوا عليها ميريانز ويب،
متسمية على أعمق نقطة في المحيط. الطبقة دي مفيش حد عادي يقدر يدخلها، بتحتاج ذكاء اصطناعي مش بشري وطريقة دخول معقدة بتتطلب أكواد مش موجودة علنا. بيتقال إن فيها كل الأسرار اللي العالم بيخبيها، مشاريع، تجارب بشرية، ملفات حكومية، ومواقع لبث مباشر من غرف محدش يعرف مكانها. الريد روم اتقال إنها بدأت من هنا. The Closed Shell دي الطبقة الخامسة واللي محدش يعرف عنها كتير، بس كل اللي حاول يقرب اختفى. اتقال إن السيرفرات فيها مش بتشتغل بالإنترنت العادي، بل بتتصل ببعض عن طريق إشارات كهرومغناطيسية أو شبكات سرية. إما الطبقة السادسة والسابعة فهنا بتبدأ اللعنة. ناس بتسميها The Fog Layer، اللي فيها محتوى مش بشري، يعني مش من صنع إنسان أصلاً. كود بيتغير لوحده، صور بتتجدد من غير ما حد يرفعها، وصوت بيظهر في الخلفية يقولك انت وصلت بعيد قوي، ارجع قبل ما تشوف اللي جاي. واحدة من أخطر الأسلحة النهاردة مش كاميرا ولا سلاح، لكن تكنولوجيا، تزييف عميق، ديب فيك. صورة واحدة، صوت أو مقطع قصير ممكن يتحول لفيديو يسبب دمار لسمعة حد أو يخلي حد يصدق حاجة مش حقيقية عنك. ومع تطور الذكاء الاصطناعي إن يتعمل فيديوهات بأي شكل بقى سهل جدا. الضحية بتلاقي صورها أو فيديوهاتها موجودة وهي أصلا مكانها، وبخلاف ده البعض ما بيقدرش يثبت إن الحاجة مزيفة، واللي بيستخدمها بيرتكب جريمة من غير أي تردد. لو وصلت لحد هنا فده معناه إنك سمعت الهمس اللي ورا الشاشات، بس خليك عارف اللي سمعته مش صوت قصص ولا إشاعات هتتنسي بعد الفيديو، ده صوت منظومة، شبكة بتتنفس في الضلمة وبتتحرك جوه شفرات وسيرفرات محدش يعرف مكانها. بيتر كان أول شرارة، بس النار لسه ما اتطفتش. كل يوم في أسماء بتختفي، سيرفرات بتتنقل، وكود جديد بيكتب فصل من الجحيم. في ناس بتبيع الألم وناس تانية بتشتريه، والكل لابس وشوش عادية. فكر في كل مرة فتحت فيها لينك غريب، في كل رسالة جاتلك فيها فرصة شغل أو مساعدة من مجهول، يمكن تكون فتحت باب مش بيتقفل، باب بيدخلك على شبكة ما بتعرفش الرحمة. الريد روم مش غرفة، دي فكرة عايشة على خوفنا وبتتغذى على كل نفس بنطلعه واحنا بنقول مش حقيقي. بس صدقني اللي جاي أعمق، مش تسلية ولا مشاهد مرعبة، اللي جاي تحقيق وأسماء ووجوه اتبدلت. احنا كده غطينا جزء بسيط جدا من اللي بيحصل داخل الجزء المظلم من الانترنت. لو حابين نبدأ سلسلة وندخل في تفاصيل أعمق وأغرب اكتبوا لنا في الكومنتس. والسؤال الحقيقي هو انت مستعد تشوف مين اللي بيتحكم في خيالك ومين اللي بيتفرج عليك دلوقتي؟ وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.